فهي كفاية ان هي تتعود على ده تلقائيا، جسمها والبيت هياخد على ده. اخوها رجع من المدرسة، عقم نفسه، دخل البيت، رمى الشنطة، طلع بالكوتشي عادي جدا. والاخت التانية جت، ما شاء الله عليهم، عقمت نفسها، علقت شنطة. اهو ده بقى الفرق بين البنت والولد. هو دخل هو دخل كده، دخل بالشوز، لكن البنوتة قلعت الشوز بقى وعقمته، دخلت تلم وراه وتظبط الحال زي حال كل بيوتنا المصرية، الولد المصري والولد العربي وكل حاجة. البنت هي اللي بتقوم بكل الدور دوت، تلم وراه، تخش تنظم الدنيا وتلم وراه. يا صغيرة على الهم يا لوزة، هتشغل الغسالة. جمال والله ومنظمين، حلوين قوي قوي، فيديوهاتهم جميل، بتبسطني، بس بتحسسني ان انا معرفتش اربي. يعني جميلة جميلة جميلة. احنا بنقعد نهايتي سنة و6 اشهر عشان نتعلم الروتين، مفيش فايدة. بص كل حاجة حتى الأسفة، باسكت القمامة باللمس، بصوا المكنسة، لا سلك بقى طويل ولا نقعد نجر ونشد، وحاجة كده في منتهى الجمال والذكاء والحلاوة والطعامة. أمر اللهم بارك، ربنا يحميهم يا رب. تخش بقى ظبطت الدنيا، هتبتدي بقى تطوق وتظبط حالها. وانا لازم افرج اولادي يعني بناتي على الفيديوهات دي كتير، يمكن ربنا ينفخ في صورتهم. بس هل تفتكروا ان الفيديوهات دي هتعلمهم فعلا فكرة الاعتماد على النفس؟ يعني هل فعلا هيفتكروا، هيعتمدوا على نفسهم هيطلعوا فعلا منظمين بالشكل ده؟ ولا احنا بنقول ان هم هيتعودوا؟ ما هم هنشبه على شيء شبه عليه، حتى لو ده للتصوير، بس هم اتعودوا يعملوه، بيعملوه بشكل يومي، بشكل اسبوعي، بشكل شهري. بس مع الوقت ومع التكرار اكيد هيبقى اسلوب حياة، لان البني ادم بيكبر وبيتعلم ب... 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 او بياخد خبرات وبيكتسب خبرات وبيكتسب زي ما بنقول ايه، اطباع من اللي اتعود عليه واتربى عليه. ماما كل يوم بتقولي خشي اغسل سنانك، فانا اتعودت ان انا كل يوم اغسل سناني. ماما بتقولي صلي كل يوم، صلي 5 صلوات، بتزن عليا ما بتسيبنيش، فهطلع اصلي. اتمنى ان اولادنا يبقوا كده، ويبقى الروتين جزء من حياتنا.